صباح الفل عليكم. هنكمل النهارده وصفات الماسكات بتاعت البشره والجسم. النهارده بقى انا عامله سكراب للجسم. السكراب ده نوع من انواع اللي بيشيل بطريقه فظيعه الطبقه الاولانيه من الجلد، بالذات لو فيها مشاكل، فيها حبوب، فيها اي بثور، وحاجات طبيعيه 100%. انا الماسك ده بستخدمه بقالي 6 سنين، ماسك العرقسوس. من احلى الماسكات اللي ممكن في حياتكم تستخدموها، بس بنستخدمه من اول الرقبه لحد الرجلين، ما بنحطوش على وشنا خالص لان هو قوي شويه فالوش او البشره مش بتستحمله. احنا عملنا قبل كده وصفات للبشره، في وصفات للجسم، في وصفات ممكن للاثنين. تعالوا مع بعض نشوف مقاديره. طبعا مقاديره من مطبخنا، عباره عن عرقسوس، لبن بودره. العسل بقى هو اللي بيعمل التوازن ما بين اللبن والعرقسوس وبيدي نعوميه للبشره حلوه قوي. ولازم الميه اللي بنستخدمها تبقى ساقعه، ولما نيجي نشطفها برده تبقى ساقعه جدا عشان المسام تتقفل على طول ونستفيد بالنعوميه. جربوه هتتبسطوا بيه جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف الوصفه هتتعمل ازاي. اول حاجه هنحطها هي الميه، هنحطها في البرطمان اهو كده. تاني حاجه هنحطها العرقسوس، هنجيبه كده، ممكن احطه بايدي اهو، نقلبه كويس قوي كده بالمعلقه. اصلا الميه بالعرقسوس من غير اي اضافات تانية ده لوحدها بتنضف البشره جدا، لكن اللبن انا احطها هنا ليه؟ اللبن عشان يفتح لي البشره مش بس ينضفها، لكن العرقسوس بينضفها. خلاص جربوها خطيره، ما تنسوش بقى تدعوا لي دعوات حلوه كده. يلا بينا. العسل اللي بيدي قوام حلو قوي للخلطه دي، وفي نفس الوقت بينعم لي الجسم جدا. ميه، عسل، عرقسوس، لبن بودره، نقلب كويس قوي وندهن بيه جسمنا وناخد شاور بميه ساقعه.